حلقة جديدة على قناة الحقيقة من اللقاء الثاني مع المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري. بل الأخطر أنهم يعتقدوا أنهم دين الله والآخرين تابعين عبرهم لدين، هم واسطة الله ما بين الله وبين الشعب السوداني. قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ذكر أن القربان هو سيترك بواقي الذهب الصافي ويسحب بالفالصو إلى والقربان شغال، وأنا أضيف عليه تلسكوب شغال. هؤلاء الذين فروا غربا معروفين، والذين دخلوا شرقا معروفين، الذين ثبتوا على اللهيب والنار معروفين، والذين اختاروا ترف وفتاة الدنيا وخذلوا قائد عظيم زي محمد حمدان ده معروفين بالنسبة لهم، والتاريخ يسجل. الأسباب والدواعي التي دعت قوات الدعم السريع للانسحاب ومن خسران فرق عسكرية تعتبر استراتيجية بالنسبة لها. أصلا هي كر وفر وإلا ما تبقى حل، هي إعادة تموضع وإعادة ترتيب وإعادة إعداد جديد واستفادة من الأخطاء السابقة. خاصة هنالك شخصيات داخل الدعم السريع، شخصيات اعتبارية داخل الدعم السريع كانت تغش السيد القائد بالتقارير الكاذبة. هذه الحرب ستكون آخر حروب السودان، لأنه كانت الخرطوم تصدر الشر إلى الولايات وتصدر الشر إلى الأغانيم وتصدر الشر إلى الهامش. الآن اشتعلت الحرائق في الخرطوم. رجل مثل حميتي يستحق أن يكون معه الصادقين ولو كانوا قلة. رجل مثل حميتي يستحق أن يلتف حوله 80% من الشعب السوداني والأغلبية الصامتة التي ظلت تستخدم وتستقل. هل الجيش لا يراعي لمنسوبيه الذين يقاتلون الآن بصفه؟ هؤلاء قلة وسيعلمون في يوم من الأيام أنهم أخطأوا وسيندمون.